هو إيه التصعيد الغير مبرر اللي إحنا عملناه ده؟ هو تمام، هو في مشكلة ما بين دكتور زينهم ودكتور رنا، اتكلمنا وقُلنا لأ، ما ينفعش اللي دكتورة رنا عملتها ده رأيها، إحنا مختلفين معاها وفي طريقتها وفي طريقة سردها للموقف، ودكتور زينهم ندعمه وأنت لأ كمّل وأنت راجل محترم وراجل كويس وكمّل. إيه بقى التصعيد الغير مبرر اللي أنتم عملتوه ده؟ يعني إيه نشتمها؟ يعني إيه نشتم بني آدم مختلفين معاه في الرأي؟ يعني إيه يعني إيه نتريق عليه وندعي عليه إيه ده؟ إيه ده؟ ليه؟ ليه؟ ليه هي قتلت؟ لا يا جماعة لأ، إيه ده؟ لو في حد غلطان ما ندوسش عليه عشان غلطه، ما نمسكوش نعصره ليه؟ أنا كنت مبسوط إن هي قافلة الكومنتس في فيديوهاتها، لإن الواحد كان متخيل ومتوقع رد فعل بعض الناس اللي مش هيبقى متوافق خالص مع الموقف. ده حد إحنا مختلفين معاه في رأيه، مش هنروح نضربه، مش هنروح نضربه. إحنا مختلفين في لأ، ما ينفعش اللي حصل ده، اعتذار وشكرًا وخلصنا. واعتذري له هو، بلاش مكابرة، اعتذري له هو ونخلص وخلصنا. أوكي كبرت، ولكن هل عشان كبرت ندوسها، نشتمها ونهزقها وندعي عليها ليه؟ ليه؟ هي سرقت مال يتيم؟ ليه؟ عادي مشكلة وهتخلص، ترند وهيخلص، وهيفضل الناس اللي شتمت دي كله في ميزان في ميزانك، مش ميزان حسناتك طبعًا، في ميزان سيئاتك. الاتنين هيتصافوا وهيبقوا كويسين وممكن كمان يبقوا حبايب، يعني ممكن خلاص يبقوا سمنة على عسل، وأنت هيفضل في ميزانك الخرا اللي أنت كتبته ده. كل أذى هي اتأذته، كل شتيمة أثّرت فيها، كل ده شيل بقى، شيل. يعني لأ يا جماعة لأ، لأ إحنا نختلف أوكي، ونتناقش ونتكلم، ولكن ما نشتمش بعض. يعني أنا مش عايز أبان بقى اللي هو المثالي اللي ما فيش منه، بس الواحد شاف comments صعبة، اقفلي الcomments، اقفلي الcomments زي ما أنتِ قافلاها، اقفلي الcomments، ما تبصيش على البوستات. ده إيه ده؟ ده الموضوع مرعب. فعلًا في جزء من الcommunity صعب، 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 أعوذ بالله، أعوذ بالله، اللهم احفظنا.